بما انك بقى جوه الشغلانه قوي، صداع الريفيوز. اوكي. انا بفتح تيك توك، ايا كان الوقت اللي هقعده عليه، نص ساعه ساعه، انا دماغي بتتعب. ده كل البرودكتس، كل حاجه جت على الارض هيدن جيم، وكل الحاجات دي تحفه ما حصلتش، وكل الحاجات دي ازاي يا جماعه محدش بيتكلم عنها، ازاي ما اعرفش ايه، وتيجي تشتري البرودكت ده تلاقي حاجه صعبه موت يعني. اوكي. الطريقه دي اصلا بقى من وجهه نظرك انت مشروعه ولا لا؟ انا بشوف ان ده طبعا، انا بشوف ان ده ماركتنج، ده طبيعي ماركتنج. انا دلوقتي حد بعمل ريفيو على حاجه او انفلونسر او بلوجر او وات ايفر، انا بعمل ريفيو على حاجه، ده رايي سواء انا paid او مش paid. ده رايي وانا paid، فبقى انا عندي ريتش معين. انا ده الباور بتاعي، انا اي حد بيعمل ريفيو هو عنده باور ريتش. بس يا شريف كل حاجه اندر ريتد، كل حاجه. طب انا افرق ازاي؟ انا ايه اللي يخليني اجيب كل ده؟ وانا من النوع بصراحه اللي بيحب يجرب، اوكي. يعني انا بشتري، انا اوكي. بمشي مع الناس دي. اوكي. بس انا يعني ليه كل ده؟ يعني انا ما بعرفش افرق انت صادق ولا مش صادق. ممكن ناس تطلع تحلف قد كده ان هي لا دفع فلوس، والبرودكت ده هي جايباه، هي جربته وفعلا طلع معاها كده، بس انا بجيبه هو صعب، هو ما ينفعش زي يعني. ما بقولك برضو، انا من مدرسة كل واحد براحته. انا دلوقتي انا كبعمل ريفيو او انفلونسر او بلوجر، انا انا يعني انا بكسب من ده. لو انا paid انا بكسب من ده اكل عيشي. انت كاند يوزر فين مخك؟ فين يور بريفرنس؟ فين الريسيرش بتاعك؟ هو يعني ما ممكن تعمل ريسيرش، ممكن تسأل، ممكن يعني اي في حاجات كتير والله ممكن ان انت تو انفستيجيت اكتر. يعني انت دلوقتي شفت ريفيو على مثلا زي ما انت بتقولي على هير برودكت، طب ما تسأل اكتر، طب ما تعمل سيرش على جوجل، اشوف ناس فعلا جربته شوف ناس واشوف. جربته، كلمي صحابك شوفي جربتوه ولا لا. يعني قصدي ان كل حاجة في ايد، برضه هتتلفي كده لفة وهتلاقي ان كل حاجة في ايد الاند يوزر. انا في ايدي كل حاجة، ان انا ريجكت الشخص اللي بيتابع هو اللي متحكم في بالظبط. كل حاجه. انا في ايدي ان انا ريجكت، وفي ايدي ان انا ابروف، او ان انا اشتري، او ان انا اعمل اكشن. فانت كل حاجة براحتك. فما تجيش، ما بصراحة انا مش بحب الوم اللي هو الطرف اللي هو بيعرض، لان انا مش بضربك على ايدك. انا حابب تتفرج اوكي، حابب تشتري اوكي، مش حابب انا مش. انا ما جيتش قلت لك اعمل ده. بالظبط. ف... ف... فلا انا بشوف ان لو هنعتب على حد في القصة دي هنعتب على الاند يوزر، ان هو مش عايز يتعب اكتر، يريسيرش اكتر، يسأل وهكذا. خلينا نطلع من موضوع التسويق ده اوكي. شوية، وقول لي انت من الناس اللي بتتابع تيك توك كتير؟ انا كشريف كشخصي، اه. لا. مالكش فيه قوي؟ اه يعني شوفي سبحان الله، مع انه شغلانتي بس لا. بس تعرف الناس عموما اللي عليه اكيد طبعا وتعرف. اكيد، لا ما حكم الشغلانه يعني. طب قول لي ايه رأيك في نوع المحتوى بتاع ام خالد وسوزي الأردنية والشاذلي تاني والسكة دي، اه، تاني زمردة وام مكة والناس دي؟ تاني براحتهم. برضو. اه كل واحد براحته، وهم شايفين، وده زي ما ده اكل عيشهم طبعا. وهو ما ضربش حد على ايده ان هو يتفرج، وما خصبش حد. الموضوع اوبن، والناس هي اللي بتتفرج، والناس هي اللي مبسوطة ومستمتعة، وبيعلوا له ريتش، وبيخلوا ان هو بالعكس يكسب اكتر. فكل حاجة بيتحكم فيها الاند يوزر. الاند يوزر ممكن بكل بساطة لو في كونتنت مش لطيف، يعني في شوية يعني خارج عن المألوف، بكل بساطة اي الناس كلها ممكن ان هي تعمل حاجة اسمها شو ليس، حاجة ان انا ابلوك اي حاجة. فبالتالي ال النوعية دي على فكرة ما تختفي. بس هي الناس ما بتعملش كده. الناس مبسوطة يعني. خلينا طب نحدد حاجة بعينها، مثلا اوكي. الفود بلوجرز اوكي. اللي هم عندهم كل حاجة جوسي وكل حاجة كرانشي. اوكي. ماشي. الموضوع ده، الفكرة التسويق بالطريقة دي، اوكي. يعني مش ممكن يضر المكان، او يعني مش هيبقى كويس؟ مش فكرة بقى ان حد بيتفرج او لا، الحاجة دي انت اصلا مش ممكن قصدك تكون غلط. المكان اللي هو المطعم او ايوه، المطعم الريستورنت؟ او الحاجة اللي هو بيعمل عليها ريفيو، اوكي. ده مش ممكن يبقى ضرر؟ يعني يضر المكان اللي بيعمل عنه. المبالغة، اللي هو ان هما بيبالغوا في الحاجة ايوه، او ان كل حاجة حلوة بالظبط، يعني بصي كلهم ايكوال، فاهم؟ الضرر هيجي ان المكان بعد فترة ممكن ان هو يعني هيتكشف ان هو ده مش صح. ايوه. فبرضه دي حاجة ترجع للمكان يعني برضه. يعني انا بس مش عايز برضه الوم فيها الانفلونسر.
انا عايز الوم فيها المكان. على فكره المكان، احنا الكلاينتس بتوعنا بيتحكموا في الكونتنت. يعني هو يعني ممكن المكان الريستورنت يقول له ما تقولش كده عشان دي اوفر، دي مبالغ فيها، لا انا مش كده، اكلي مش كده. امم. فبرضه معلش، في الاول وفي الاخر هو مين يعني في الاول وفي الاخر اللي بيدفع الريستورنت، طبعا. هو اللي بيدفع لي وبيدفع لي الانفلونسرز وبيدفع لكل الناس. فهو هي يعني they can control ايه اللي يتقال على فكرة. ف ف فلو هو سمح بده، هو بقى يتحمل ان يقدم الكواليتي اللي هي تناسب اللي بيتقال. ولو عمل ده على فكرة هينجح. وطالما جابه هو متابعه من قبل كده وعارف هو بيعمل ايه، بالظبط. يعني هي بتاعته برضو. وعلى فكرة لو الانفلونسر قال حاجات وفعلا المكان قد ده وفعلا يعني الناس جت جربت ولقت ان فعلا زي ما الانفلونسر بلوجر قال، لا وده فعلا، على فكرة المكان فعلا هينجح. ما دي وسيلة ماركتينج. انما لو العكس، الذنب على المكان، ان انت اللي هتشيل شيلتك في الاخر، والمكان ممكن يوصل ان هو يقفل لان اتكشف. فاهم قصدي؟ بس فبرضه هتلاقي ان انت بترجعي تدوري وتلفي، هتلاقي ان احنا بنرجع لحتة الاند يوزر والكلاينت هم اللي الانفلونسر ملوش دعوه. انفلونسر مجرد حد بيكومينيكيت، خلينا نقول زي وسيط بيوصل ما بين ده وده.